انا عايز اقول لكم على حاجه. لا انا عايز اقول لكم لا، في كل مشروعاتنا اللي بنعملها انتم هتجدوا تشكيك، والله انا بحلف. هنا كان في 30 مسجد وتعديات اخرى كثيره احنا ازلناهم، لكن عملنا. وكان واحنا بنعمل ده كانت الناس بتتشكك، يقول لك بيهدوا الجوامع. طب احنا بنهدها عشان احنا كارهين ولا عشان نعمل مصلحه؟ ويقول لك بيهدوا الجوامع بتاعت ربنا يشوف المصريين. احنا استغفر الله، يا رب تبقوا زينا، يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا. كذب ده ما يتسكتش عليه ابدا. قلت ان احنا صرفنا على محافظه القاهره خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول ما يقرب من 350 مليار جنيه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ شوفوا لو انا صرفت 350 مليار جنيه ال6 سنين دول في العاصمه بس، يعني سبت القاهره خالص ورحت العاصمه وصرفت ال 350 مليار دول، صدقوني هتغطي جزء كبير جدا من المرافق، يعني سمسار مصر. بس انا او احنا اضطرينا ان احنا ننفق هنا، لكن احنا ما عملناش كده، غابت الدوله. بس ما ينفعش الدوله تغيب تاني. وبالمناسبه انتوا كده بتاجلوا التطوير 100 سنه، بس وانا ما اقدرش اعيش كده، اقدرش اقبل كده، ومش هبقى هنا واقبل كده. يا عم ما كلنا بنحب مصر، ما بنعملش كده ليه بس؟ يعني الناس هتبقى زعلانه ولا حاجه ولا متضايقه، ما يجراش حاجه. لو انتوا مش عايزين نبقى موجود هنا انا ما عنديش مشكله، بس انا لا يمكن والله. يا عم بقى حرام عليك، انت بتعملنا كده ليه يا اخي؟ ناويين تعملوا ايه في بلدكم؟ انا بقول كده لان انا دكتور علي مش عارف اعمل ايه، انا بتكلم بجد. تقيلة عليك الشيلة؟ ما تشيلش. انا مش عارف اعمل، وانا بقول للمصريين انا مش عارف اعمل ايه. ما تشيلش. انا بقول كده لان الدوله يا محمد يا زكي مؤسساتها كلها داخليه لا لن اسمح ابدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده. وحد يتصور ان هو، لا والله لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام ده. الجيش لو نزل الشارع خلاص نتكلم على مصر كمان 30-40 سنه. وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يعني نوقف ونبقى بدوله مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا، يسيب مكاني وامشي من هنا. مع السلامه، مع الف سلامه، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي. انا جبت عرضته هنا عليكم عشان تعرفوا انا بتألم وبتعذب كل يوم ازاي. فانا بتألم وانا بشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت، بقى احنا قاعده قاعديها البلد دي. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. وبصراحه المسؤولين عن الدوله يا رجال مظبوطين، صدوا القضاياهم مظبوط، يا حاجه تانية. كونوا مطمئنين تماما في اثيوبيا، في السودان، وفي مصر، مفيش ضرر ان شاء الله على حد. وبالتالي كل عمل صالح حتى لو كانت الناس هتبقى مش راضيه عنه، ولكن بنعمله لاجل خاطر بلدنا، قبل ده لاجل خاطر ربنا سبحانه وتعالى، والله غالب على امره. يعني شكرا جزيلا.